مساء الخير، ازيكم عاملين ايه؟ انا جاي النهارده اتكلم عن معنى كلمة عيار 21 وعيار 18 وعيار 14 وعيار 22. اعملوا سبسكرايب ويلا بينا نشوف. اول حاجة 24 و21 و22 و18 والكلام ده كله، ده مش عيار، دي مش عيارات عامة، ده ايراد، ده بيتحسب بالايراد. لكن العيارات دي بتبقى حاجة تانية. ايراد 21 او 21 ايراد اللي هو عيار 875، و 18 قيراط اللي هو 750 عيار 750، ونفس الكلام 22 قيراط اللي هو 916 عيار 916، و24 قيراط اللي هو 999 و99 من 100 عيار 999. تمام، طيب ماشي، ايه معنى الكلام ده كله؟ يعني ايه 875 750؟ ايه الارقام دي؟ انا مش فاهم الارقام دي حاجه خالص. انا فهمكم كل حاجه فيها بالظبط. اول حاجه نمسك في ال 21 اللي هو اكتر شعبيه او اكتر حاجه معروفه. ال 21 قيراط اللي هو قلنا عليه اللي هو 875 ده، اللي هو عيار 875. يعني ايه؟ يعني نسبه الذهب فيه 875 من 1000. ال 125 دول باقيين راحوا فين؟ يعني فين الباقي؟ قولوا لي. الباقي ده موجود بس ايه منه؟ نحاس او فضه، معادن اخرى. يعني ده موجود معادن اخرى، معادن اكتر صلابه او معادن اخرى، مش كله ذهب. في معادن تانية زي فضه زي نحاس زي حديد زي معادن تانية مخلوطه مع الذهب. تمام. نفس الكلام اللي هو 18 قيراط اللي هو قلنا 750 من 1000، ده 750 ذهب، و250 نفس الكلام فضة أو نحاس أو حديد، معادن أخرى. ممكن أقولها لكم بطريقة تانية سهلة برضو. اللي هو 21 اللي أنا قلت لكم اللي هو 875، اللي هو معنى كده إيه؟ اللي هو معنى كده 87.5% ذهب، والباقي ده معادن أخرى مش ذهب. نفس الكلام ال 18 اللي هو 750 اللي هو 75% منه ذهب، و25% دول معادن أخرى مش كله ذهب. فهمتوا قصدي؟ ده اللي أنا عايز أفهمه لكم. أول حاجة أفهمها لكم إن هو العيار اللي هو الأرقام اللي قلت لكم عليها 750 و875 و916 وال 585 اللي هو 14. تاني حاجة النسب دي بتبقى نسب. نسبة 75% ده اللي هو الذهب، وال 25% ده اللي هو النحاس والمعادن الأخرى حديد وكده. ودول حاجتين أنا عايز أفهمها لكم، وأنا بكون أخدتكم فهمتكم إيه معنى الكلام ده كله. وده اسمه إيراد مش عيار أصلا، اللي هو اللي هو 21 وال 24 وال 22 وال 18 ده إيراد. ولو حد عنده أي سؤال اكتبه في كومنت، وأنا إن شاء الله هرد عليه على طول هجاوبه. ولو عجبكم الفيديو متنسوش تعملوا سبسكرايب ولايك، وشكرا.